اهلا طلاب الاعزاء سنه 5 ابتدائي. انا مستر محمد رجب، والنهارده معانا الدرس الثالث في الوحده الثانيه بعنوان سيناء كامله لمصر. طبعا احنا عارفين ان في جزء من ارض مصر اسمه شبه جزيره سيناء، فشبه جزيره سيناء ده جزء من ارضنا، جزء من بلدنا، عشان كده ما نقدرش ان احنا نفرط فيه ونحارب اي حد يحاول ان هو ياخد شبر واحد منها. فبيقول لي ان شبه جزيره سيناء ديت مليانه خير كتير، وفي نفس الوقت كان في عدو اسرائيلي حاول ان هو يحتلها في فتره من الفترات، فاحنا خضنا حرب شديده وحرب شرسه عشان ناخد ارضنا ديت اللي هي شبه جزيره سيناء، وضحينا بحياتنا وبارواح كتير من اخواتنا عشان نستعيد ارض شبه جزيره سيناء. طيب بيقول لي كده سيناء ديت مهمه ليه بقى؟ هي سيناء دي فيها ايه؟ قال لي بعيدا عن ان هي حته من ارض مصر، كمان فيها موارد معدنيه كتيره. يبقى شبه جزيره سيناء مليانه خيرات ربنا من المعادن بقى، فيها نحاس وفيها حديد وفيها كل حاجه. طيب كمان بتتميز بموارد مائيه بتساعد على قيام الزراعه، فيها ميه هناك سواء امطار سواء سيول واوديه بتساعد على قيام حرفه الزراعه. كمان عندها سواحل سياحيه جميله على البحر الاحمر والمتوسط، يعني على البحر الاحمر خليج العقبه وخليج السويس اهوت، وعلى البحر الاحمر نفسه وعلى البحر المتوسط. ده كل ده بيساعد على ايه؟ بيساعد على السياحه، لان هي سواحل سياحيه جميله. يبقى شبه جزيره سيناء دي يا مستر مهمه. ايوه مهمه يا سنه 5. طب مهمه في ايه يا مستر؟ مهمه في ان هي بتحتوي على كثير من المعادن، مليانه معادن جميله، بتتميز كمان بموارد مائيه تساعد على قيام الزراعه، فيها ميه عذبه بتساعد على قيام الزراعه هناك. كمان فيها شواطئ سياحيه جميله سواء على البحر الاحمر او البحر المتوسط. طيب بيقول لي بقى ان شبه جزيره سيناء دهيت لما العدو الاسرائيلي احتلها مننا في فتره من الفترات زمان، احنا ما سكتناش، احنا عملنا حرب كبيره اسمها حرب اكتوبر عشان نستعيد ايه؟ نستعيد شبه جزيره سيناء. طيب ارض شبه جزيره سيناء كلها يا مستر استعدناها بالحرب بالسلاح؟ قال لي لا، احنا عملنا حرب استعدنا فيها معظم سيناء، لكن بقى جزء خدناه بالسلام، والنهارده احنا بنحاول نعمل اعمار لشبه جزيره سيناء عشان محدش يقدر ياخدها مننا تاني. فبيقول لي بقى ان سيناء استعدناها بالانتصار العظيم، واستعدناها بطريق السلام عن طريق الصلح والسلام، وكمان دلوقتي بنهتم بيها عشان نبني المستقبل بتاعنا. طيب تعالوا كده نتعرف على المراحل ديت. قال لي اول مرحله هو انتصار حرب اكتوبر اللي قدرنا من خلاله نقف على ارض شبه جزيره سيناء. فبيقول لي لما سيناء اتاخدت مننا يا سنه 5 عملنا حرب يوم 6 اكتوبر سنه 1973، وقدرنا في اليوم ده نعبر قناة السويس ونرفع العلم المصري على أرض سيناء. يبقى احنا هنا سيناء لما اتاخدت مننا ما كناش عارفين نعمل ايه، لغاية ما جه يوم 6 اكتوبر. يوم 6 اكتوبر ايه اللي حصل؟ بدأنا الحرب على اسرائيل عشان ناخد منهم شبه جزيرة سيناء بتاعتنا. فبدأنا الحرب دهيت وقدرنا ان احنا نعدي قناة السويس ونروح لشبه جزيرة سيناء ونرفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء. كمان اسرائيل كانت عامله لنا خط اسمه خط بارليف، كانت عامله ساتر من التراب، عامله تراب كتير كده على الضفه الشرقيه من قناه السويس عشان المصريين ما يعرفوش يعدوا ويروحوا شبه جزيره سيناء. يبقى كان في قناه السويس، وبعد كده في عندنا ايه؟ خط اسمه خط بارليف، وده عباره عن ساتر كبير من التراب، جبل كبير من التراب اسرائيل عملته عشان المصريين ما يقدروش يعدوا ويخشوا شبه جزيره سيناء. فاحنا في اليوم ده حطمنا خط بارليف، دمرنا خط بارليف طبعا بخراطيم الميه. يبقى تم تحطيم خط بارليف اللي الاسرائيليين بيقولوا ان الخط ده كان استحاله ان هو ايه؟ يقهر. الخط دوت طول ما هو موجود المصريين مش هيعرفوا يعدوا لشبه جزيره سيناء. احنا بقى في الحرب دهيت بينا لهم ان احنا نقدر نعمل اكتر من كده كمان. طب كمان اظهر الجنود المصريين شجاعه نادره في القتال وصبر كبير على مواجهه العدو. في الحرب دهيت كنا شجعان وكنا صابرين وكنا محتسبين وكنا بنقول يا رب انصرنا على العدو الاسرائيلي عشان ناخد ارضنا تاني، لغايه ما ربنا نصرنا. كمان الشعب المصري كله وقف خلف الجيش بتاعه وبدأ ان هو يدعم الجيش بتاعه بالعمل. كل الناس كانت بتشتغل والمصانع كانت بتشتغل، وكمان يدعوا للجيش ويصبروا على الغلاء بتاع المعيشه لان احنا في حاله حرب. يبقى في حرب اكتوبر
لما عملناها عدينا قناة السويس، بعد كده دخلنا شبه جزيرة سيناء وحطمنا خط بارليف ورفعنا العلم المصري. الجيش المصري والجنود المصريين أظهروا شجاعة نادرة وصبر ملوش مثيل. كمان وقف الشعب المصري كله جنب الجيش بتاعه بيدعمه بالعمل والدعاء والصبر، وقدرنا ان احنا ننتصر في الحرب ديت بايه؟ بفضل الايمان بالله وكمان التخطيط الجيد. يبقى تاني اسباب النصر فضل الايمان بالله والتخطيط الجيد والوحده بين الجيش والشعب. يبقى احنا انتصرنا في حرب اكتوبر بسبب 3 حاجات: الايمان بالله والتخطيط الجيد ان احنا كنا مخططين وعاملين خطط كويسه، وكمان وحده الجيش والشعب. فبيقول لي ان كان النصر ده هو دليل على ان المصريين يقدروا يحققوا المستحيل. اي حاجه المصريين عايزينها يقدروا يحققوها، والدليل على كده انتصارنا في حرب اكتوبر. طيب في بقى كمان مرحله لاستعاده باقي اراضي شبه جزيره سيناء، وهي طريق السلام. بعد حرب اكتوبر بقى سنه 5 باقي حته من ارضنا ما خدناهاش. طب هناخدها بالحرب تاني؟ هنا محمد انور السادات رئيس مصر وقتها قال احنا في قدراتنا ان احنا نعمل حرب كمان عشان ناخد اخر جزء من ارضنا، ولكن هنشوف طريق السلام. يمكن ناخدها بالسياسه، يمكن ناخدها بالسلام ما بيننا وما بين الاسرائيليين كده، نشوف هيدوها لنا كده بهدوء ومن غير حرب، ولا نعمل حرب تانية ونوريهم. فهنا هيبدا ان هو يعمل ايه بقى؟ هيبدا ان هو يروح في زياره للقدس سنه 1977، وهناك هيقول للعالم كله انا جاي اهوت في القدس وبدعو للسلام. اسرائيل لو ما ادتنيش اخر حته ارض بالسلام مش هيبقى قدامي غير الحرب تاني، وهمرمط اسرائيل في الحرب تاني. عشان كده بقى هيتم عقد مفاوضات اسمها مفاوضات كامب ديفيد في امريكا. يبقى تاني بدات عمليه السلام بايه؟ لما زار الرئيس السادات اللي هو اسمه محمد انور السادات يعني القدس سنه 1977، وهناك دعا للسلام. يبقى هو كان رايح ليه؟ من اجل تحقيق السلام العادل. كان رايح ليه؟ من اجل تحقيق السلام العادل. اسرائيل هتديني شبه جزيره سيناء هتعيش في سلام، مش هتديني بقى شبه جزيره سيناء هعيشك في جحيم. عشان كده السنه اللي بعديها 1978 حصلت مفاوضات اسمها مفاوضات كامب ديفيد. مفاوضات ايه؟ كامب ديفيد. كانت برعايه مين؟ كانت برعايه امريكا. فقالت للرئيس السادات تعالى بما انك عايز سلام، وقالت لبتاع اسرائيل تعالى بما انك عايز سلام، نتفاوض مع بعض. وفي المفاوضات ده هي تم وضع ايه بقى؟ اسس السلام. يعني حطينا كده هوت الاساس اللي هنمشي عليه في السلام. محمد انور السادات قال مبدئيا كده شبه جزيره سيناء كلها تبقى بتاعت مصر عشان يبقى في سلام. يبقى وضعوا أسس السلام. السنة اللي بعديها اللي هو 1979 تم توقيع اتفاقية السلام. عملنا اتفاقية بقى كتيرة وفيها نصوص كتيرة عشان نأكد إن في سلام، عشان إسرائيل تنسحب من شبه جزيرة إيه؟ سيناء. نصت على إيه معاهدة السلام؟ على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء، ان اسرائيل تسيب سيناء بالكامل، وفي الوقت ده كده هيبقى في سلام ما بيننا وما بينهم. تمام كده؟ يبقى بدأت مرحلة السلام بزيارة الرئيس السادات للقدس، وهناك دعا لتحقيق السلام العادل. السنة اللي بعديها تم الدخول في مفاوضات اسمها كامب ديفيد برعاية أمريكية، واللي تم التوصل فيها لأسس السلام. السنة اللي بعديها عملنا اتفاقية السلام واللي نصت على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. فإسرائيل بقى قالت انا هسيب سيناء ولكن هلم عزالي والم الحاجات بتاعتي، يعني استنوا عليا شويه، لغايه ما انسحبت اسرائيل في يوم 25 ابريل سنه 1982. ويوم 25 ابريل ده اعتبرناه عيد تحرير سيناء. طيب اسرائيل هنا لما انسحبت رفع العلم المصري على ارض سيناء كلها فيما عدا طابه. مدينه ايه؟ طابة. كان في مدينة اسمها مدينة طابة في سيناء، إسرائيل قالت يا مصر أنا ما خدتهاش منك، ده أنا لقيتها كده ما هياش بتاعتك ولا حاجة، ده بتاعت أنا. فقلنا لهم لا، إحنا ناخد سيناء وناخد طابة كمان لأن طابة ديت بتاعتنا. وعملنا مع بعض بقى شكاوي في المحاكم وغيره لغاية ما خدناها فعلا سنة 1989. يبقى يوم 25 ابريل سنه 1982 تم استعاده شبه جزيره سيناء بالكامل ما عدا ايه؟ ما عدا طابه. هناخد طابه امتى؟ 1989، يعني بعد انسحاب اسرائيل ب7 سنين. ويوم 25 ابريل اعتبرناه ايه؟ عيدا لتحرير سيناء. كل سنه بنحتفل بيه، كل سنه بيكون عندنا اجازه اليوم ده، لان احنا استردنا في اليوم ده شبه جزيره سيناء ورفعنا العلم المصري عليها.
طيب ماشي، بعد كده بقى خلاص سيناء بقت بتاعتنا خلاص الحمد لله. طيب هل هنا بقى هنبني سيناء ولا هنسيبها؟ قال لي ده سيناء ديت بتمثل المستقبل بالنسبة لنا، فلازم نبنيها بناء المستقبل. فبيقول لي ان الدولة المصرية هنا بدأت تهتم بسيناء، لان سيناء دي بالنسبة لنا المستقبل بتاعنا. طب هنبنيها ازاي ونعمرها ازاي يعني يا مستر ونهتم بها ازاي يعني؟ عملنا ايه؟ اول حاجة عن طريق اعمار سيناء وبناء المدن الجديدة. سيناء دي كانت صحراء، قلنا ان احنا لازم نبنيها ونعمل فيها مدن كتيرة وجديدة. كمان إقامة المشروعات الزراعية، نزرع أراضي كتيرة في سيناء عشان دي أرضنا ملكنا. وكمان في نفس الوقت تأمين حدود مصر في سيناء، نخلي في جزء من الجيش بتاعنا هناك عشان يقدر يحميها، لأن الإسرائيليين هيبقوا عايزين ياخدوها تاني مننا، فاحنا هنا لازم نوريهم ان احنا نقدر ندافع عن ارضنا. يبقى بناء المستقبل بتاعنا موجود في شبه جزيرة سيناء. عشان كده هنعمل ايه في سيناء؟ هنعمل اعمار سيناء وبناء المدن الجديدة. كمان هنعمل فيها مشروعات زراعية. كمان هنأمن حدود مصر في شبه جزيرة سيناء من العدو الإسرائيلي. طيب يا مستر، هل محمد أنور السادات لما راح للقدس ودعا للسلام العادل وبدأ بالسلام مع إسرائيل ده كان حاجة حلوة ولا وحشة؟ قال لي هو السلام حاجة حلوة، طالما خدنا أرضنا أو باقي أرضنا بالسلام فده كان حاجة حلوة. طيب يا مستر، لما نكون عايشين في سلام أحسن ولا نكون عايشين في حرب؟ طبعا لما نكون عايشين في سلام يا سنة 5. طيب هو احنا لما نعيش في سلام يعني إيه النتيجة؟ قال لي هنا لما تحقق السلام ومبقاش في حرب، خلاص انتهى عصر الحروب، إيه اللي حصل؟ عاد الأمن والاستقرار للمصريين. المصريين بقوا قاعدين في أمان، بقوا قاعدين في استقرار، ما بقيناش خايفين. كمان تفرغنا لبناء الدولة والتنمية، بقينا هنا باصين لدولتنا، بقينا نعمل مشاريع لأن خلاص ما فيش حرب. فالحرب لما اتشالت من أفكارنا بدأنا إن احنا نتفرغ لبناء الدولة ونعمل تنمية فيها. كمان تحسنت علاقات مصر مع دول العالم لما ما بقيناش بنحارب حد وبقينا في حالة سلام. العالم كله بقى بيحبنا، العالم كله بقى بيجي يزورنا واحنا نروح نزور العالم كله. كمان زيادة الاستثمارات والسياحة، لما تكون البلد بتاعتنا في حالة سلام ومش في حالة حرب، هنا إيه اللي يحصل؟ بتزيد الاستثمارات، ناس بتيجي تعمل مشروعات عندنا، وكمان السياح بيجوا يزوروا بلدنا ويزوروا الأماكن السياحية اللي فيها. يبقى مزايا تحقيق السلام 4 حاجات: عودة الأمن والاستقرار، تفرغ الدولة للبناء والتنمية، تحسين علاقات مصر مع دول العالم، وزيادة الاستثمار، سياحة. طيب تعالوا نشوف بقى بعض الأسئلة على الجزء ده يا سنة 5. بيقول لي تعد شبه جزيرة سيناء منطقة غنية بالموارد إيه؟ قلنا بالموارد الطبيعية. طيب بيقول لي تحتوي شبه جزيرة سيناء على كثير من إيه؟ فيها كتير من إيه؟ قلنا فيها كتير من المعادن. طيب ماشي. بتتميز شبه جزيرة سيناء بالموارد المائية التي تساعد على إيه؟ وجود المياه العذبة في سيناء هتساعد على قيام حرفة إيه؟ شاطرين، على قيام حرفة الزراعة. طيب أدرك المصريين أن الحفاظ على سيناء يكون بإيه؟ نحن نحافظ على أرضنا بيكون بإيه؟ طبعًا بالعلم والتنمية والإعمار. طيب تمتلك شبه جزيرة سيناء سواحل سياحية على البحرين أنهي؟ على البحر الأحمر والبحر المتوسط. تمام. طيب في السادس من أكتوبر عبرت القوات المصرية المسلحة قناة إيه؟ إيه القناة اللي إحنا عديناها عشان نروح شبه جزيرة سيناء؟ قناة السويس. ماشي. طيب وقف الشعب المصري كله خلف جيشه يدعمه بإيه؟ بندعم جيشنا بإيه؟ بالعمل، صح كده؟ بالدعاء، بالصبر طبعًا. ماشي. طيب بدأت عملية السلام بالزيارة التاريخية للقدس بقيادة الرئيس مين؟ قلنا بقيادة الرئيس محمد أنور الإيه؟ السادات. طيب تم توقيع اتفاقية السلام ونصت على انسحاب إسرائيل الكامل من إيه؟ احنا قلنا مبدئيا كده إسرائيل تنسحب من إيه؟ تنسحب من سيناء. رفع العلم المصري على أرض سيناء بعد استعادتها كاملة باستثناء إيه؟ إيه المدينة اللي إسرائيل قالت ده بتاعتي مش بتاعت مصر؟ وخدناها منها في الآخر، مدينة إيه بقى؟ مدينة طابة. مدينة إيه؟ طابة. طيب تعالوا نشوف صح وغلط كده. بعد أن تحقق نصر أكتوبر لم تتوقف مسيرة مصر عند ساحة القتال. بعد ما انتصرنا في أكتوبر بدأنا إيه؟ بدأنا مرحلة السلام، يبقى لم نتوقف. أيوه لم نتوقف طبعًا، صح، لم نتوقف عند القتال بس، لا ده كان في سلام بعد القتال كمان. طب قام الجيش المصري بتحطيم خط بارليف الذي كان العدو يعتقد أنه لا يقهر.
ايوه صح، دمرناه. طيب بدأت عملية السلام من خلال زيارة السادات للدول الأوروبية؟ لا طبعا، السادات راح فين؟ راح القدس. ماشي. طيب تم عقد مفاوضات كامب ديفيد برعاية أمريكية ووضعت أساس السلام؟ أيوه في ديت عملنا كده، عملنا أساس السلام وبعد كده عملنا اتفاقية السلام بعدها. بعد استعادة سيناء لم تقم الدولة المصرية بإجراءات إصلاحية؟ يعني سيبناها كده خرابة؟ لا، ده احنا عملنا إجراءات كتيرة إصلاحية. طيب إقامة الدولة المصرية المشروعات الزراعية في سيناء بعد استعادتها؟ أيوه عملنا مشروعات زراعية وعملنا مدن وعملنا حاجات كتيرة. طب أصبحت سيناء رمزا للسلام بعد أن كانت ميدانا للحرب والمعاناة؟ أيوه بقت ميدانا للسلام صح. لم تحقق مصر من السلام في سيناء مزايا سياحية؟ لا طبعا غلط، ده احنا بعد ما عملنا سلام بقى في سياحة وبقى في استثمارات، يبقى الكلام ده غلط. عمل السلام في سيناء على تحسين علاقة مصر بدول العالم؟ أيوه طبعا صح. وبكده يا حبايبي خلص الدرس بتاعنا النهارده، ما ننساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام.